لو عندك كيك بايظ او كيك ناشف او كيكه معجنه او بواقي كيك ومحدش عايز ياكلها، هتقدري تطلعي الجمال ده كله وهيخطفوه بخطوتين اتنين بس. هنشوف الجمال ده اتعمل ازاي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقه. اول حاجه انا عندي بواقي كيك بالشكل ده، كان صينيه كيك فادج كنت عاملاها واتبقى الكيك ده، خدته في الكبه فرمته ناعم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ناعم خالص كده. بعد كده حطيت عليه معلقتين اتنين من النوتيلا او بديل النوتيلا او اي صوص شوكولاته. عارفين انتوا صوص الشوكولاته بتاع الجاتو شاتو اللي كلنا عارفينه الاقتصادي، تقدروا تعملوا بيه. اعجنوا باي حاجه مفيش مشكله خالص لحد ما تبقى معاكم بالشكل والقوام ده، حاجه كده معجنه بالشكل ده. اول ما توصلوها للمرحله دي تقدروا بقى تشكلوا هنا بكذا حل. اول حاجه نقدر نعملها كرات كده صغيره ونغطسها بالشوكولاته بايدك كده، مفيش اي مشكله خالص. او لو انت عندك قوالب اللي هي السيليكون اي شكل واي نوع، برضو تقدري ان انت تشكليها فيها، اللي هي القوالب دي اللي هتشوفيها دلوقتي دي، تقدري برضو تعبيها فيها وتكبسيها وتشكليها فيها، مفيش مشكله. انا النهارده بقى هعمل جزء كده، عارفين انتوا قوالب الستيك بتاع الايس كريم، هي دي اللي انا هشتغل فيها النهارده. وبرضو هعمل شويه كور في ايدي، بكبسها كده، باخد كل كوره من دولت وزنها حوالي 90 جرام في الفتحه دي. لو انت هتعملي كور صغيره اعمليها حوالي 30 جرام ولا حاجه عشان برضو تبقى شكلها كده صغنن. بعد ما كبستها كويس في القوالب دي، بحط العصيان بتاعه القوالب نفسها الستيكس دي واقوم حطاها كده بالراحه. وبعدين باخد الكيك ده وبدخله الفريزر لمده ساعه عشان الكيكه تتماسك فيها وكل حاجه تاخد من بعضها وتبقى متماسكه وانا بغطسها في الشوكولاته. تعالوا بقى نسيح الشوكولاته. انا معايا مكعبين من الشوكولاته، مستخدمه شوكولاته سما كراميلو بالحليب، حطيتها في الميكرويف 30 ثانيه بما ان الجو حر جدا، هي اوريدي الشوكولاته سايحه كده لوحدها من غير حاجه اصلا. بعد كده قلبتها كويس لحد ما ساحت تماما وادتني القوام التقيل ده. طبعا انا لو غطست فيها كده هتكفي يا دوبك واحده ستيك واحده. انا عشان اخفف القوام حطيت حوالي ربع كوبايه من الزيت عشان اخفف الشوكولاته لحد ما يبقى شكلها خفيف وناعم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لو مفيش ميكرويف تقدروا تسيحوها على حمام ماء يا جماعه، المهم ما يبقاش البوله فيها ميه ولا المعلقه فيها ميه ولا في ميه تلمس الشوكولاته خالص عشان ما تقفش منك. بعد ما وصلتها للمرحله دي، معايا بقى هنا الكوبايه حطيت فيها عشان تبقى اعرف اغطس فيها، وابتديت ان انا اغطس الستيكس بتاعي بالشكل ده. هعمل بقى بقيه الكميه. عايزه اقول لكم بتطلع من السيليكون دي بطريقه سهله وبسيطه خالص، تقدري برضو ان انت تعمليها في اي اشكال سيليكون عندك لو متاح. وهقول لك دلوقتي لو انت هتشكليها كرات، برضو هقول لك ازاي تغطسيها في الشوكولاته بكل سهوله وبساطه. طبعا الشوكولاته اللي بتكون بالحليب يا جماعه بتبقى افضل من الدارك لان لونها بيكون احلى وطعمها بيكون احلى. انا هنا بقى الكرات اللي انا شكلتها على ايدي عادي، عارفين انتوا عصيان الشيش طاووق، يعني كسرت كده كل عصايه على 2 أو 3 وغرستها فيها بكل سهوله، وابتديت برضو ان انا اعملها. بيبقى شكلها خطير، خصوصا بقى يا جماعه لو انتوا عندكم حفله عيد ميلاد تقدروا تعملوا كميه حلوه جدا، وهاتوا بقى فورماسيل اشكال والوان بيغري الاطفال جدا وبيبقى شكله خطير على بوفيه عيد الميلاد، بتبقى خطيره. بصوا بقى بعد ما عملتها بالشوكولاته جبت بقى شوكولاته برضو من نفس النوع الشوكولاته، ما جبتش اي حاجه تاني، الباقي حطيته في كيس حلواني وقصيت كده حته صغيره وابتديت ان انا اروح واجي لحد ما ادتني الشكل الحلو ده. وفورماسيل بقى لون ذهبي كده، واديت كده رتوش غيرت من شكلها خالص ووديتها في حته تانية خالص، بجد اكنها حاجه فخمه جدا. وهي معموله بكل بساطه وسهوله في البيت من دواقي كيك وشوكولاته بس. احنا ما غرمناش اي حاجه، بدل ما الكيكه كانت تترمي عملنا حاجه خطيره. وطعمها بقى يا جماعه في منتهى الجمال واللذاذه، لازم تجربوها، ولادكم هينبهروا بيها وانتوا هتاكلوها بدل ما كنتوا هترموا الكيكه هتاكلوها. وده ابني بياكل بقى، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.